بالنسبة لتأمينات السيارات راح ترتفع السنة الجاية، أكيد كلياتكم بتعرفوا. حسب نحن ما بنعرف هون بألمانيا، إذا أنت مأمن سيارتك وما عملت حادث خلال السنة فأنت أوتوماتيك لازم تدفع السنة اللي بعدها شيء أقل، لأنه الاس اف كلاسي تبعك بتصير أحسن. يعني مثلا بلشت بالواحد أو بلشت بالصفر، بعد بسنة بتصير واحد، والواحد بتدفع أقل. ولكن بسبب الغلاء راح يدفع الواحد أكثر. راح ورجيكم على مثال واقعي. بعتوا لي هلا التأمين بالنسبة للسنة الجاية قديش راح يصير ادفع، مع انه انا الاس اف كلاسي تبعي 9 راح تصير بالسنة الجاي. خليكم معي شوفوا، ومثل ما احنا شايفين هون هي اسمي، والسنة الجاية راح ادفع على 20,000 كيلومتر بالسنة 91 يورو و52 سنت. على الرغم من انه الاس اف كلاسي تبعي صارت 9، يعني صارت احسن. انا هلا حاليا عم بدفع 87 يورو بالشهر، الاس اف كلاسي تبعي 8. فمثل ما قلت لكم الاس اف كلاسي تبعي هلا حاليا 8، عم بدفع 87 يورو بالشهر. لازم السنه الجايه وقتها تصير 9 ادفع اقل، ولكن بسبب ارتفاع البايتريج للتامينات راح ادفع 91 يورو و50 سنت. اكتبوا لي بالتعليقات قديش عم تدفعوا هلا انتم حاليا، وقديش راح تدفعوا السنه الجايه، وبرايكم شو افضل تامين بالنسبه للسيارات. كان معكم فراس سيروان، بتمنى منكم تحفظوا الفيديو وتشاركوا الفيديو. تحياتي.